أطلق خبير التحكيم الجزائري محمد زكريني تصريحات نارية في حق طاقم التحكيم اليوم وخاصة غرفة الفار، وكشف عن وجود ضربتي جزاء صحيحتين للمنتخب الجزائري أمام موريتانيا. لو منحتا لرفقاء رياض محرز لانقلبت النتيجة رأسا على عقب. واتهم زكريني مسؤول تقنية الفار بعدم أدائه دوره كما يجب، بل تعمد عدم مناداة الحكم الرئيسي عدة مرات، منها لقطتي ضربات الجزاء، واحدة ضد إسلام سليماني والأخرى ضد بغداد بونجاح. وأعاد زكريني لقطات المباراة موضحا أنه 200% لو تم مناداة الحكم من غرفة الفار وأعاد مشاهدة اللقطات لكان قد أعلن عن ضربتي جزاء للمنتخب الجزائري. وأوضح زكريني أن الحكم الرئيسي لا يمكنه الذهاب للفار إلا إذا ناداه من داخل غرفة الفيديو، مؤكدا على أن المشكل الأكبر في دورة كأس إفريقيا الحالية بكوديفوار هو تقنية الفار، واعدا بالمزيد من الأخطاء والاحتجاجات في المباريات القادمة. ما رأيكم فيما قاله خبير التحكيم الجزائري محمد زكريني؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.